في القرن ال18 كان العلم بيمشي بخطوات أسرع من إن الناس تستوعبها. أفكار غريبة بتظهر وأطباء عندهم استعداد يعملوا أي حاجة علشان يكتشفوا أسرار الجسد. ودي كانت حالة جيوفاني إلديني وتجربته الشهيرة على جثة محكوم عليها بالإعدام. أهلا بيكم في 5 جنان. علشان نفهم التجربة دي لازم نبدأ بالتعريف عن الشخص اللي وراها. جيوفاني ألديني كان عالم إيطالي اتولد سنة 1762، ابن أخت العالم الكبير لويجاني جالفاني، وكان مشهور باكتشافه إن العضلات بتتحرك لما يتعرض الجسم لشحنات كهربائية، وسماها التأثير الجالفاني، اللي بقى ليه تأثير كبير على الطب بعد كده. لكن بالنسبة لألديني كان الموضوع ده مش مجرد اكتشاف بسيط، هو شاف في الكهرباء حاجة أكبر بكتير من إنها مجرد وسيلة لتحريك العضلات. كان عنده اعتقاد إن الكهرباء ممكن تكون المفتاح لإحياء الموتى أو حتى صناعة حياة جديدة من ولا حاجة. وده كان بداية التفكير في أكتر تجربة مجنونة، وهي إعادة إحياء الإنسان الميت. الفكرة دي سيطرت عليه وبدأ يجرب تجارب أكتر جرأة. ألديني كان عنده عقلية جريئة جدا، وبدأ بتجارب على الحيوانات. كان بياخد جثث الحيوانات اللي لسه ميتة ويمرر شحنات كهربائية عليها، والنتائج كانت مخيفة. عضلات الحيوانات بتتحرك فجأة، الأطراف بتترفع وتنخفض، والعيون بتفتح وتقفل، كأنها فعلا رجعت للحياة ولو للحظات. التجارب دي عملت صدمة في الأوساط العلمية، بس ألديني ما كانش مكتفي بالحيوانات. هو قرر إنه لازم ياخد الخطوة التالية، إنه يجرب على البشر. سنة 1803 كانت إنجلترا بتشهد محاكمة جورج فورستر، الراجل اللي كان متهم بقتل مراته وبنته، والناس كلها كانت مقتنعة إن فورستر لازم يتعدم. وبعد ما اتحكم عليه بالإعدام جت اللحظة اللي ألديني كان مستنيها. بعد تنفيذ حكم الإعدام في جورج فورستر، ألديني أخذ الجثة وقرر يعمل عليها تجربته الغريبة. الجثة كانت لسه جديدة، وألديني كان متحمس إنه يثبت للعالم إنه يقدر يحرك الموتى باستخدام الكهرباء. وفي يوم التجربة حضر جمهور كبير من العلماء والناس الفضوليين اللي كانوا متشوقين يشوفوا النتيجة. ألديني جاب الأقطاب الكهربائية بتاعته وبدأ يوصلها بأجزاء مختلفة من جسم جورج فورستر. وأول ما الكهرباء عدت في الجثة حصلت حاجة مخيفة جدا. العينين فتحوا فجأة وكأن جورج بيبص حواليه، والعضلات بدأت تتحرك بشكل مرعب. الأطراف بتترفع وكأنها بتحاول تتملص، والبق بدأ يتحرك وكأن جورج بيحاول يتكلم أو يصرخ، لكن مفيش أي صوت طالع. وفي لحظة صدره اتحرك كأنه بيتنفس، وده كان كفيل إنه يخلي الناس الحاضرين يشعروا بالرعب الحقيقي. المنظر كان مرعب لدرجة إن بعض الناس كانوا مقتنعين إن ألديني فعلا نجح في إنه يرجع فورستر للحياة، لكن الحقيقة كانت أبسط من كده. اللي حصل كان مجرد تأثير الكهرباء على العضلات الميتة، مفيش حياة رجعت، لكن التجربة دي فتحت باب كبير للأسئلة. وبعد انتهائها العلماء كانوا متفقين إن اللي حصل كان نتيجة للشحنات الكهربائية اللي أثرت على العضلات. الكهرباء بتقدر تحفز العضلات حتى بعد الموت، وده خلى جسم فورستر يتحرك بالشكل المخيف ده. لكن الناس العادية ما كانتش مستعدة للتفسيرات العلمية، وبدأت الشائعات تنتشر. البعض كان مقتنع إن ألديني فعلا قدر يحيي جورج فورستر ولو للحظات، والموضوع ده كان مصدر خوف وفضول في نفس الوقت. والتجربة دي فضلت محفورة في الذاكرة الشعبية، وما كانتش بس مصدر إلهام للعلماء لكن كمان للكتاب والفنانين. واحدة من أشهر القصص اللي استلهمت من تجارب ألديني هي رواية فرانكنشتاين اللي كتبتها ماري شيلي في بداية القرن ال19. الرواية بتحكي عن عالم بيحاول يخلق كائن حي من أجزاء جثث ميتة باستخدام الكهرباء، والقصة دي بقت رمز لفكرة العلم اللي بيخرج عن السيطرة. وألديني بفضل تجربته بقى في نظر البعض فرانكشتاين الحقيقي، وده رغم إن هدفه العلمي ما كانش هو خلق الوحوش، بل كان محاولة لفهم أعمق لجسم الإنسان. تجربة ألديني كانت علامة في تاريخ العلم، لأنها فتحت باب التفكير في تأثير الكهرباء على جسم الإنسان. والنهاردة استخدام الكهرباء في العلاج بقى جزء من العلوم الطبية، سواء في تحفيز العضلات أو علاج بعض الأمراض العصبية. لكن تجربة الإنسان الزائف فضلت دايما مرتبطة بالرعب،
لأنها ورت العالم إن اللعب بالكهرباء والحياة ممكن يوصلنا لحدود مرعبة مش ممكن نستوعبها بسهولة. لو وصلت لآخر الحلقة بشكرك شكرا جزيلا، وانتظروني في حلقات أقوى إن شاء الله.